اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. يلا فيديو جديد ومختلف، فيديو فلوج خروجة أولادي. هاخدكم كده معايا خروجة بسيطة. أنا كنت بقالي فترة وعداهم إني هخرجهم، بس جات فترة كده وتعبوا، خدوا تعب وحش جدا. و آه، بعد كده مصدقت ان الحمد لله ربنا شفاهم وعافاهم، وقلت بقى اوفي بوعدي واخرجهم. الخروجه دي كانت يوم الجمعه. المهم بقى كده اول حاجه عملتها صورتهم وهم نازلين من على السلم، وبعد كده ركبنا مواصله طبعا، وكنا هنا وصلنا المكان. وصلنا خلاص مكان الكيدز اريا. واول ما الاولاد بقى دخلوا هناك العاب حلوه قوي وكل حاجه موجوده، واولادكم هيتبسطوا قوي وهيقضوا ويك اند سعيد صراحه. كانت خروج حلوه قوي. وكمان قلت بقى اخرج ابني قبل ما يرجع المدرسه. كان طبعا واخد اجازه طويله جدا من المدرسه عشان التعب، وقلت بقى اخرجه قبل ما يرجع بقى للمدرسه والامتحانات وكده. عشان لو خرجنا تاني مش هنخرج غير بعد الأجازة، يعني بتاعت نص السنة. المهم بقى قعدوا بقى يلعبوا، مجدي فضل يلعب باللعبة اللي هي بتاعت الماتش دي، وكمان بقى توتة فضلت تلعب عند الخضروات، وكمان بقى راح عند العربيات وفضل يلعب. هو بيحب العربيات قوي، بيحب العربيات بطريقة، يعني عنده هنا في البيت ألعابه كلها عربيات، جميع أنواع العربيات عنده. هنا بقى توتة راحت ترامبولين، فضلت بقى تلعب في ترامبولين. كانت خايفة الأول، وبعد كده بقيت أقول لها يلا العبي يا توتة، وبقت تلعب بقى وتشجعت، وكانت مبسوطة جدا. نزلت بقى من عند الترامبولين، فضلت بقى تلعب شوية كده برضو، واللعبة دي حلوة قوي. مجدي فضل يلعب بيها، وفي الآخر قال لي يا ماما تعالي العبي معايا، وفضلنا نلعب أنا وهو مع بعض وكنا مبسوطين جدا. عادي يا جماعة، العبوا مع أولادكم واتبسطوا. لما يطلبوا منكم حاجة زي دي لازم تنفذها لهم عشان يتبسطوا منكم. هنا برضو بقى بيت الكور كان حلو قوي، كان في كذا بيت كور هناك حلو قوي، كانت توتة مبسوطة فيه، وكمان اللعبة دي حلوة قوي. هنا بقى العربية كمان توتة كانت فرحانة بالعربية دي عشان كانت عمالة بتعمل صوت، كل تتكة وبتعمل صوت كده، فكانت فرحانة بيها جدا. وكمان بقى راحت تلعب في المكعبات والخضروات، بقى بتلعب بالخضروات، ولعبت معاهم برضو، بس ما جبتش اللقطة وانا بلعب معاهم. هنا مجدي بقى راح ترامبولين، واللعبة دي حلوة قوي، كنت خايفة عليه قوي، كنت خايفة يقع يعني، بس الحمد لله خلي باله. هنا بقى الأولاد آه، مثلا عايزين رسمة أو حاجة بيجيبوا لهم رسمة ويفضلوا يلونوا، ومجدي بقى كان بيختار الرسمة دي وفضل يلون فيها. هنا بقى توتة عايزة تقلد مجدي وتلعب الكورة بتاعت السلة. على طول كانت بتروح تتزحلق، هي بتحب تتزحلق. وبيت الكور برضو كانت مبسوطة بيه جدا. هنا كان مجدي لو ان الرسمة بتاعته كان بيوريهاني، واخدناها كمان معانا البيت. راح بقى رجع تاني لعبة العربيات، هو بيحب العربيات قوي زي ما قلت لكم يا جماعة. فضل يلعب برضو شوية كده. راحت بقى توتة المكعبات اللي كانوا الأطفال كلها بيجمعوهم، هي كانت بتنزلهم تاني. هنا برضو لعبت مع مجدي في كرة السلة، بقينا نلعب كده أنا وهو مع بعض، واتبسطت معاهم قوي. صراحة مكان حلو قوي، مكان تحفة بجد.
ان توتة قالت بقى تقلد اخوه راحت تلون زيه، واللعبة دي ما كنتش عايزة تنزل منها خالص. انا كنت خايفة عليها عشان طبعا كنت خايفة ان هي تدوخ. خلاص بقى كنا خلصنا اليوم بتاعنا وقلنا بقى نروح نتعشى بره. طلبنا بيتزا. انا طلبت شاورما ومجدي طلب بيتزا. وخلاص بقى كده كنا خلصنا اليوم بتاعنا. كان يوم ممتع جدا وحلو قوي واتبسطنا، وانا اتبسطت قوي معاهم كمان. خلاص بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.